هل تعلم ان 90% من مبيعاتك ممكن تفشل رغم ان انت عندك منتج كويس؟ ما تتخضش كده. لو انت بتتعامل مع عميل جديد وعندك منتج بتقدمه له من افضل المنتجات اللي موجودة في السوق، ولكن العميل ما زال متردد انه يشتري المنتج بتاعك، ده لان البيع الناجح مش قايم على جودة المنتج فقط، لا، ده في سر تاني اخطر من كده بكتير بيقوم عليه البيع الناجح. لو عاوز تعرفه تابعني للنهاية. السر كله هو في بناء الثقة بينك وبين العميل، لأن العميل لو مش واثق فيك عمره ما هياخد قرار التعامل معاك أو إن يشتري منتجك، حتى ولو كان منتجك هو أفضل منتج في السوق. ولو عايز تحل المشكلة دي في 3 حاجات بسيطة جدا لو أنت قدرت تعملهم هتبني الثقة بينك وبين العميل. تعال أقول لك عليهم. نصيحتي ليك، حاول دايما مع عميلك تركز على بناء علاقة دائمة قائمة على الثقة بينك وبينه. ما تحاولش تركز على إتمام البيعة وبس، وافتكر دايما دي إدارة ممكن تغير حياتك.